راح احكي هسه يعني عن تجربه، اتمنى انه ما تعتبرونها نصيحه، حتى ترتاح، وضعك يتغير، قلبك يرتاح. ترى احنا قلوبنا تعبانه من الوضع، من الهوسه، من الضوضاء اللي عايشين بيها. يعني ما يشوفون انه الدنيا دنيا خبصه، سوشيال ميديا والتلفزيون والقنوات والمشاهير وغيرها. هذا فلان هيك يسوي، فلان هيك قال، فلان لبس، فلان طلع، فلان طلق، فلان هوسه، هيك القلب يتعب. انا اللي سويته انه عزلت نفسي شويه، اخذت لي خلينا نقول شلون وقت مستقطع حتى ارتاح. عزلت نفسي عن السوشيال ميديا فتره. والله بالبدايه صعبه، بس بعدين تتعود. بعدين بالعكس من الطب للسوشيال ميديا تختنق. طبعا هاي تعتمد على القنوات اللي انت جاي تتابعها. يعني اذا قنوات مفيده وتعليميه لا انا انصح بيها، بس اذا هالقنوات هاي تعبانه لا طبعا تتعب. فتعزل نفسك عن السوشيال ميديا، تعزل نفسك عن ايش قال فلان وايش حكى فلان، وعن السياسه وعن الاخبار. صدقوني اكثر شيء تعب هي الاخبار. يعني هدف الاخبار شنو هو؟ اخبار زينه عود تنقل الجانب الايجابي؟ ابد، شكو جانب سلبي، حرب، انفجارات، دمار، قبل تلقاه بالاخبار وعاجل همه. ما تلقى اخبار ايجابيه نادرا ما، لان هم يدورون مشاهده. يعني احنا بطبعنا ما ندور الشغلات الزينه، شكو بيها اثاره، شكو بيها شيء يسوي ضجه نتابعه. تبتعد عن السوشيال ميديا فتره، تعود نفسك حتى لو تخليك يوم بالاسبوع. الاخبار تبتعد عنها نهائيا، او خلي لك يوم واحد بالاسبوع تتابع الاخبار. وهي انت لا تخاف، صدقني هي الاخبار تجيك اذا مو من التلفزيون، من السوشيال ناس تسولف، فلا تخاف ما يفوتك شيء. وكذلك انت لا تدخل نفسك بشغلات ما تخصك. يعني انا من الناس كنت خابص روحي بالسوشيال ميديا، فلان سوى احكي طبعا على السياسه، فلان هيك وفلان هيك وفلان، ما يهمني بعد. والله اخذت قرار، قلت ما يهمني. يعني انا اريد الوضع يتغير، غير اوكي اكو شيء اقدر اغير بالوضع، انه اول ما ابدا بنفسي اغير نفسي، وراها داير ما داير راح يتغيرون. يعني الدائره القريبه علي والدائره القريبه علي من راح تتغير، راح تغير الدائره اللي اكبر، وهكذا يتغير المجتمع. اما بالهوسه وبالحكي وبالمنشورات هيك فراغ، ماكو منها فائده. زين، يعني شلون واحد يقول لك ينفخ بجراب. تبعد نفسك عن السوشيال، عن الاخبار، وعن القال والقلت، وعن الغيبه. يعني صدقون اخوان، مو شغل الدين، بس صدق من تبتعد عن الغيبه راح ترتاح، راح تحس اكو قلبك صافي، اكو صفاء. الشغله الرابعه ما ادري الخامسه، انه تحب الكل، شلع قلع كلها تحبها. زين، ما تشيل حقد على احد. يعني بحيث بالليل من تروح تنام تقول ربي انا باري الذمه في الكل، اللي يحكي علي واللي ماخذ حقي. يعني ما اقول لك انه تصير ملاك وما تحقد على حد، لا، تقدر عليه، باللي تشوفه انه انت يعني مثلا كرهك وحقدك او عداوتك لهذا الشخص ما راح تقدم لك شيء، راح تضرك ما تفيدك. هذا الشيء انا انصحك، او ما انصحك، لا انا قلت مو نصيحه، يعني اللي سويته انا تجربتي انه كلها عفيت عنها، ولا احكي على احد. والله يجي مثلا يقول له يا فلان، ابد اسمع منه اطلع منه، ما يهمني. ترتاح. صدقوني هواي شغلات، حتى شغلات غيبيه تشوفها من تصفي نيتك وتبتعد عن هاي الملهيات، وتحب الناس ايا كان، سني، مسيحي، شيعي، هندي، ما يهمك بيهم. خلينا نطلع من هذا الجو مال بس انا الفائز، بس انا الفرقه الناجيه. هاي الجو هذا خلينا نطلع من عنده، خلينا نعيش على محبه الله. نقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هو يجازي، انا ما يهمني. صدقوني اللي يمشي على هاي الخطوات راح يحس فرق بحياته، راح يرتاح. وكل احنا ندور راحه، اكيد كل احنا ندور راحه بهاي الدنيا. هاي تجربتي، يعني لا تعتبرونها نصيحه.